مساء الخير، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة معلومة صحتك. النهاردة جايبين نظام رجيم في 14 يوم تخس معاه من 5 ل10 كيلو دهون مش عضلات. نركز اوي في كلمة ان احنا نخس دهون مش عضلات. احنا هدفنا والتارجت بتاعنا الفات مش الماسلز خالص. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه نظام الرجيم ده. هو طبعا ينفع، بس لازم نمشي على قواعد الرجيم ده علشان نوصل للهدف بتاعنا صح. كل حاجة لازم يبقى لها استراتيجية ولازم نعملها صح عشان نوصل. طب لو عندك كمان ثبات في الوزن، نظام الرجيم ده يبقى مناسب جدا معاك. ولو عندك كمان مناسبة قريبة، نظام الرجيم ده ينفع جدا معاك. اول حاجة لازم نعرف ايه هو الرجيم اللي هنعمله بالظبط، وبعد كده الشروط اللي لازم تعملها عشان الرجيم ده تنجح، وهل الرجيم ده ينفع مع كل الناس ولا لا. الفطار معانا سهل وبسيط جدا. هحاول ما ادققش اوي في موضوع النسب عشان مش كل الناس عندها ميزان. اهم حاجه متنساش تشترك في القناه معانا عشان يوصلك كل جديد، ولايك عشان الفيديو يوصل لأكتر ناس ممكن تستفاد. الفطار عبارة عن بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قريش، طبق سلطة خضراء، نص رغيف عيش. قطعة جبنة قريش دي يعني قطعة كده، يعني معلقة كبيرة مثلا. أو بيضة أومليت بدون زيت، بطاطس مسلوقة، وبرضه طبق سلطة خضراء. أنا بحط لك فطارين عشان ده يوم ده يوم ما تزهقش أو ما تملش. في عندنا سناكس ما بين الفطار والغدا. السناكس دول شوية مكسرات، مكسرات لوز، فستق، بندق، آه يعني شوية صغننين كده قد كف اليد، او ثمرة فاكهة ممكن تبقى موزة، تفاحة، برتقانة. ده او ده. الغدا معانا طبق خضار سوتيه و100 جرام رز مسلوق. ال100 جرام دول حوالي 5 معالق كبار مثلا، و150 جرام سمك مشوي، مش هناكله مقلي خالص. او 100 جرام مكرونة برضو 5 معالق. طبق سلطة خضراء، وهناكل قطعة بانيه كبيرة شوية، يعني هتعمل لها برضو حوالي 150 جرام متشوحة. ندعة زيت ذرة صغنن او مشوية في الفرن، وده يكون احسن. بعد كده عندنا وجبة العشاء. هنعمل عصير فريش، يستحسن يكون برتقان طبعا من غير سكر خالص، ولو هنستخدم سكر هيبقى دايت. وعلبة زبادي لايت، او سلطة جبنة قريش. الشروط اللي لازم نعملها مع الرجيم: ابعد عن السكر العادي نهائيا، ولو مش قادر خالص هتستخدم سكر دايت. العشاء يبقى قبل النوم بساعتين، ونشرب حوالي 3 لتر مية في اليوم، مش أقل من كده. دي الشروط اللي لازم نعملها علشان الرجيم بتاعنا ينجح. الحاجات دي مهمة جدا طبعا، ومن يعني نحاول ما نفتكسش أو نعمل أي حاجة خارج نظام الأكل أو الرجيم اللي احنا قلناه ده خالص. هل الرجيم ده ينفع لكل الناس؟ طبعا لا. أي حد عنده أي أمراض مزمنة زي ضغط، سكر، اي امراض مزمنه لازم يراجع الدكتور اللي متابع معاه عشان صحتك مفيش اهم منها. ولو وصلت معانا لاخر الفيديو، برافو عليك. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس.